بكم في آخر فقرة. ضيفنا النهاردة مش عايز أقول ساحر، لكن هو واحد من الموهوبين في الخدعة البصرية. ضيفنا اشترك في كتير من برامج المواهب وفيديوهاته محققة ملايين المشاهدات على السوشيال ميديا واليوتيوب. رحبوا معايا بعبد الرحمن سعيد. ايه يا عم، هنبدأ من أولها ولا ايه؟ أهلا بيك. أهلا وسهلا. خلينا نشوف فيديو ليك ونرجع تاني، ماشي؟ هعمل هيك بالكروت، بتقول لي وقف اي مكان بدك اياه، ماشي؟ واقف هون. بدي انزل شوي كروت كمان؟ طيب شد. واقف هون. بدي انزل كمان لحد. طيب شوف الكارت، هي اعطيته احتمال. شوف الكارت، وري للكل. ماشي؟ رجعوا يا عمص. شوف ما رح اسوي شيء على السريع، على طول المكان، رح احط مي لفوق. رح احرك ايدي هيك بس. اطلع كارتك لفوق. شوف رح اعمل ابطأ من هيك، ماشي؟ هو كارتك البنت كبها ما هيك. شوف بنت الكبرى رح احطها فوق. هي رح احطها من نص الكروت. على ابطأ من هيك، رح احطها نص الكروت. مرة ثانية كمان اطلع. شوف المرة أنا ما رح الاقيها، أنت رح تلاقيها. ماشي؟ رح احط الكروت. رح احط الكروت هون. بدي اياك باي مكان بدي اياك من هون مثلا تشيل تقطع الكروت تحطهم هيك على الزيت، باي مكان بايدك اليمين تقطع الكروت تحطها على الزيت بس على السريع. عبد الرحمن، نقدر نصنف اللي انت بتعمله ده انه سحر؟ لا اكيد ما بيتصنف كسحر. هو بيتصنف كخدعه بصريه، لان السحر بصرية. دائما بنتسب لشيء انه مثل الجن او الشياطين او هالشغلات هي، فالشيء ابدا لاني مجالي انا كثير بعيد كل البعد عن هالشيء هذا. ايه الفرق بينه وبين السحر؟ هلا السحر الاسود اللي نحكي عنه اللي ذكر بالقران هو مثلا السحر اللي بيستخدم بين المرء وزوجته وهالحكي هذا مثلا. بس انا الشيء اللي بعمله للاستمتاع للترفيه، الناس مشان تتفرج وتنبسط فيه، ما مشان انه تخاف او اعمل مثل اعمل عمل لحد. بس انت ايه اللي خلاك تهتم بمجال زي ده؟ هذا المجال بيلفت انتباه كثير بيلفت انتباه لاشخاص، يعني اذا كان مارق بالطريق او اذا شافني مثلا مره واحده بيقدر يتذكرني طول عمره. بدايتك كانت امتى؟ بدايتي كانت من 7 سنين بمدينتي، يعني بحلب بسوريا. مين اللي علمك؟ اتعلمت فين؟ وفين اي حد حابب المجال ده حابب يتعلم فين؟ هلا المجال هذا تعلمته لحالي بنفسي، يعني عن طريق الكمبيوتر على الانترنت، تعرفت على ناس هيك بمجالي كما بيعملوا نشرات مجالي، فصرنا نتعلم من بعض هالشيء هذا. بس انه اذا ناس بدها تتعلم هالشيء هذا، فهذا الشيء له هو مثلا معاهد او مدارس بامريكا فقط. فاذا واحد بده يتعلم هالشيء هذا لازم اجتهاد من نفسي، اجتهاد شخصي فقط. طيب عبد الرحمن، في ظل السوشيال ميديا والعالم المفتوح ده، اعتقد مش من السهل خالص انك تقدر تخدع المشاهد او الجمهور اللي بتواجهه. هل بتلاقي اي صعوبة، او انت مثلا في مرة جاي كده بتعمل العرض بتاعك اتلخبطت وقعت غلطت، وشعورك كان ايه لو ده كان حصل يعني؟ هلا هذا الشيء صار معي انه من زمان كثير، يعني مثلا من 4 سنوات قبل ما ابلش مجال الاحتراف يعني قوي، كنت احيانا افشل بشغلات. فاكتشفت انه الشغله انه هي بقدر بتدرب عليها كثير، اذا بقدر بتدرب كثير بقلل نسبه الفشل. وحتى هلا وصلت لمرحله مثلا من الاحترافيه انه انا لو غلطت بحركه او مثلا ما عملتها مزبوط بقدر بصلحها بحركه ثانيه، بحيث انه انت ما راح تنتبه انه الشيء هذا، ايوه ما ينتبه المشاهد انه انا غلطت فعلا. طيب راح اقدم لك شغله معك، ومثل هيك شيء راح اقدمه اول مره على تلفزيون او على هيك برنامج. يا ريت. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا انت شايف بايدك خاتم على اليسار ما هيك؟ اها. متزوج. انت بتقرا افكار؟ ها؟ انت متزوج جديد حتى ما هيك؟ اكيد طبعا. متزوج جديد. الناس كلها عارفه على فكره، انت ما جبتش حاجه جديده. اها. بس ما شاء الله كويس، يعني رح تزيدوا هيك شخص بالعائله هيك حاسس عن قريب. ده اكيد معلومه ناس كتير عارفاها برضه. بس عن قريب جدا. يعني 6 شهور. 6 شهور مش تقريبا. قريب جدا اهو. كويس. في نوع من الاكل اللي هيك بتحبه بس ما تقولوا بمصر، يعني بيتزا يمكن ما هيك، انت تاكل بيتزا بمصر؟ لا. عند شخص اسمه يمكن
حسونة اسمها، ما هيك؟ اها. حسونة. كويس. الشيء اللي بخوفك مثلا الأماكن العالية ما هيك بتخوفك؟ معلومات بتخوفك. ممكن أقرب أصحابي يقولها لك. ممكن. طيب هلا شيء بخوفك أماكن عالية، الملاهي حتى. ملاهي فعلا. أنا عندي خوفك فوبيا من كمان. المرتفعات، بس برضو يعني فوبيا من ممكن تكون أنت عملت تحريات عني. عملت تحري بجوز. صار لي على فكرة يمكن ما قضينا 10 دقايق عند الماكير ولحقنا داخلين عندك. فهالشيء ده مزبوط ما هيك؟ هالشيء ده عندك؟ فعلا. ممكن أكون لا صح الشخص فعلا. هذا هالشيء ده عندك. صح، بس هي معلومات معروفة على فكرة. معلومات كلها معروفة. بجوز أو بجوز غير شيء. بس أنت عرفت زي حسونة، من اللي قالك بصراحة؟ بتعرف قال لك مين قال لي؟ مين؟ في شيء مثل هيك التقى معك من فترة اسمه جارسون التقى معك في فندق، صار معك في فندق هيك مشكلة أو شيء بالغرفة، والتقى معك بالغرفة بس أنت ما شفته، اسمه كان جارسون. لا دي معلومات حد قريب مني اداها لك. انا كنت في غرفه في فندق، قعدت فتره كان فيها عفريت فعلا، حتى لما جيت امشي منها الراجل قال لي كان فيها باد دريمز. فتقريبا لا انت في حد قال لك المعلومات دي. هو عمل لك مين اللي قال لي؟ لا هو نفسه اللي التقى معك. ايه؟ هو نفسه اللي التقى معك لا مش حقيقي بصراحه ما بقتنعش بالحاجات دي، بس هي معلومات كلها صحيحه، بس انا متاكد انك عملت تحريات وجبتها مني. عبد الرحمن، ايه اللي بيميز لاعب خفه عن لاعب خفه تاني؟ اللي بيميز هو طريقه التقديم. هلا بجوز انا اقدم نفس الخدعه لنفس لاعب خفه ثاني او فنان خدعه بصريه ثاني، انا اقدم نفس الخدعه بس اقدمها بطريقه مختلفه بتقديم مختلف، فهذا اللي بيفرق الشخص عن الثاني، وبيكون مثلا تقديم اقوى، تقدر تشارك معه الجمهور، بتقدر مثلا تخليه يتحمس الجمهور اكثر، فهذا اللي بيفرق يعني. طيب تقدر تورينا اي حاجه كده من المواهب اللي عندك؟ طيب رح اعمل لكم شغله هيك بسيطه وبجيب الكروت معك، شو رايك؟ يلا. استخدم القلم كمان. انا اركز معاك عشان ايه؟ مركز اكيد. في عندي ورق كوتشينه بتسموه ما هيك؟ مختلف كله. تمام. فبدي اياك اختار اي كارت تسحبه. خلينا نشوف. ايوه كلياتنا مثلا. تفضل. قص الكبه. هلا بدي اياك على اوكي على قص الكبه، بدي اياك على وشه، على وش الكارت توقع توقيع كبير او تكتب اسمك او بدك حرف يعني من اسمك كبير. اوكي بس اعطيني القلم. اعطيني القلم بس وشي. اوكي احنا فاضيين. هلا هذا يوسف، ممكن تشوفوه كاميرا. اوكي تمام. هلا يوسف بدي هذا الكارت رح اخذه. اوكي القص الكبه. تمام. رح اخذهم، رح اطعجه هيك مره مرتين. اوكي فبدي اياك بس تحطه ببقك هيك. اوكي تعض عليه. اوكي خليه هيك. اوكي رح اخذ كارت ثاني كمثال الشاب. اوكي اثباتي اكله برضه؟ لا رح اوقع عليه انا. اوكي الشاب رح اوقع عليه. الشاب انا رح اخذه ورح كمان رح اعض عليه. اوكي فين يدك؟ ايوه فاهم. البقي صار يوسف. كارتك انت اللي وقعت عليه. طب وياه؟ شوف البقي. طب لا فعلا. طب هل مثلا نوع الكوتشينه السبب فين هل انت تقدر تقول للمشاهد فين الخدعه هنا؟ لا اكيد. هلا نوع الكوتشينه ما بيختلف، اي نوع بيصير يعني، فهمت علي كيف؟ ما اكيد ما نوع الكوتشينه يعني عادي ما في اي شيء. انت ليك واحد من الفيديوهات او
ليك اكتر من فيديو تقريبا محققين انتشار عالي جدا على مواقع التواصل الاجتماعي. صار عندي كروت وش لفوق، كروت وش لتحت، كروت وش لتحت، كمان كروت وش لفوق، في كروت ظهر ظهر، يعني كلياتهم مخربطة. أنا إذا حركت حطيت الكروت بس عملت هالحركة هي ما يمكنك تشوف شو صار. إن الكروت كلياتهم بصيروا وش لفوق ما عدا كارت واحد bas. Asıl amına Hadi bak, gel. o kadar karıştırdı asıl çıkarttı gördün mü? لا يا انتم ما انتبهتوا انه شلون كنت الكبه كنت احطها بالنص تطلع لفوق ما هيك؟ ما انتبهتوا. الشيء اللي ما انتبهتوا عليه هلا برجع افرجيكم الكروت كلهم ملخبطين ماشي؟ الشيء اللي ما انتبهتوا عليه انتم انه انا كان معي بنتين كبه. بنت تكون فوق دائما بنت احطها بالنص تكون هي فوق، فهمت كيف؟ هو الشيء اللي ما انتبهوا عليه كمان انه شلون؟ اني انا ما معي بنتين بس انا معي شوفوا 3 بنات. يا إلهي. هو الشيء اللي انتم ما انتبهتوا عليه مو بس 3 بنات، هو الشيء اللي ما انتبهتوا عليه انه الكروت كلها فيدي بنات. شايف ان ده اثر عليك ازاي؟ يعني هل ده زود شهرتك؟ هل الناس عرفتك من خلال الموضوع ده، ولا في مثلا انت بتسعى لحاجه تانية تقدر الناس من خلاله تعرفك اكتر؟ هلا اكيد الشيء هذا استفدت منه كثير، الفيديوهات اللي انتشرت على الانترنت لقيت انتشار كثير واسع، بما اني انه اول عربي سوري بشارك في برنامج المواهب تركي. فكان انتشار جدا واسع بالنسبه للعرب والسوريين خاصه، بما انهم هيك يعني شوي انه نسبه كثير منهم عايشين في تركيا. فالفيديوهات على الانترنت حققت لي طبعا مشاهدات كثير قويه وشهره كثير قويه، بس طبعا الشيء اللي بيشهر اكثر اللي هو التلفزيون. لما بيكون لي مثلا برنامج على التلفزيون او مثلا فقره من برنامج على التلفزيون اول شيء، الشيء بيحقق لي مجالات اقوى طبعا. طيب وانت ايه اللي بتسعى له من ورا الشهره ده؟ يعني او ايه اللي بتتمناه من ورا اللي انت الفن اللي انت بتقدمه ده؟ هلا انا المجال اللي بقدمه هو مجال مثل ما شفت كثير الناس تستمتع فيه وبتندهش منه، فهمت كيف؟ فانا اللي بسعى له كقوي انه عندي انا في بالي فكره شو بمجالي، طبعا هي جديده طبعا وقويه رح تكون، بس الفكره محتاجه شويه دعم يعني لحتى اقدر اطور هالشيء هذا. ومثل ما قلت لك التلفزيون دائما بدعم هالشيء هذا اكثر، فهمت علي كيف؟ يعني كبرنامج او كهالشيء هذا بيقدر يدعمني بشكل كثير قوي، بقدر بقدم من خلاله شغلات كثير قويه طبعا. طيب عايزين كمان نشوف طيب نكمل معهم ولا لا اكمل معهم بقى، انا ابعد عني. طيب عبد الرحمن، شايف امتى الفن اللي انت بتقدمه ده ياخد حقه، زي مثلا فنون كتير زي الغنى، التمثيل وغيرها من الفنون؟ هذا الشيء بيتحقق لما بيكون له شركات انتاج خاصه فيه. يعني مثل ما شفت انت عندك شركات الغناء مثلا، اكثر البرامج بالعربي بتكون غناء هي مثلا، فهمت كيف؟ بتكون وراها شركات انتاج كثير قويه بتدعم هذا الشخص بغض النظر اذا كان فاز او ما فاز. يعني لما بتكون في موهبه فالموهبه بتطغى على الفوز. طيب انتوا الاصل في الفن بتاعكم هو الخداع البصري، صح؟ نعم. بس ما اعتقدش ان في مره واحد من المشاهدين او الجمهور قدر ان هو يكتشف فين الخدعه بالظبط. حصل قبل كده حاجه زي كده؟ حصل انه يقربوا على هالشيء هذا، بس انه يقدر يكشف الخدعه كامله مثلا كيف خطواتها كيف مستحيل هالشيء طب هذا. ايه السر في ده بقى؟ السر انه هذا الشيء فيه له اساسات، يعني اساسات الماجيك كثير صعبه، ما ممكن اي حدا يعرفها، ممكن حدا يعرفها الا اذا كان طلع عليها بشكل كثير قوي وضل فتره كثير قوي عم بيتفرج على هالشيء هذا او عم يتعلمه لحتى يقدر يعرف اساسات الماجيك، لحتى بهذاك الوقت بيقدر يكشف مثلا الخدعه وخطواتها وهالشيء. طب عبد الرحمن، انا شايف واحد من الجمهور بيشاور حابب يشوف حاجه كمان من المواهب اللي عنده. طيب اوكي، رح اقدم لك شغله كمان لك. يلا. رح اقدم لك شيء انه قديم كثير قديم بيستخدموه كان الناس هيك بالنصب، فرح اقدم لكم اياها ورح احكي لكم شوي عنها. هي خدعه 3 اوراق. 3 اوراق انك تلاقي ورقه مثلا احددها، بس طبعا ما رح استخدم ورقه واحده، استخدم ورقه ثانيه. هي البنت الكوين. تمام. فانت رح تلاقي الكوين ورح تربح، اوكي؟ فاذا حركتهم هيك، بس مو كثير صعب انك تلاقي الكوين لان في عندي 3 وحده.
كذلك رح اضيف عليهم 3 ثانيه. تمام. القاسم المشترك بين هدول الكروت انه نفس الخلفيه، البنت لها خلفيه حمراء والثلاثه لها خلفيه حمراء وهالثلاثه لها خلفيه حمراء. فانا اذا حطيت 3 هون وحطيت 3 الثانيه على الارض، فبسالك وين البنت الكوين؟ بتقول لي انه هي بايدك، بس لا انا عندي 3 بايدي. فين البنت؟ البنت هون صارت. راح ارجع اعمل لكم اياها مره ثانيه. اذا اخذت ال3 حطيناها هون والبنت الكوين قلبتها قلت لها هيك بقلبها 3 والبنت مره ثانيه بترجع عندي. لا 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 مش كده. هشوف رح اخذ الكوين رح احطها بجيبي عشان ما يصير في عندك اي مجال للفوز بانك تربح. يعني صار عندي 3 وصحيح؟ تمام. بس لا انا قادر اذا حركت هيك ايدي ارجع الكوين. هلا اذا رجعت الكوين شوفي بجيبي 3 بجيبي 3 صحيح بالضبط. اذا كان بدي اياك ما تربح من الاساس، اوكي ما تربح ابدا بالخدعه هاي، فبحط البنت بالنص بعملها هيك كمان بقلبها 3. واو. هلا ال3 عندي هون شوفي بجيبي بنت. بجيبي بنت صحيح. مرة ثانية رح اعمل لك اياها، رح اخذ بس الكوين لجيبي فرح ارجع الكوين مرة ثانية. الناس هنا مستغربة. هلا اذا كان بدي اياك تربح بالزيادة تكون ربح بالزيادة، فبحط ال3 بالنص اوكي بعملها هيك بقلبها كوين كمان، باخذ الكوين كمان ال3 الثانية بعملها هيك كمان بقلبها كوين، فبخلص الخدعة هاي. بس ازاي ده خدعة بصرية؟ ب3 كوين. انت مخاوي صح؟ عبد الرحمن بجد كان نفسي اكمل معاك شويه كمان، لكن للاسف وقت البرنامج خلص. بشكرك واتمنى لك كل التوفيق والنجاح ان شاء الله في المستقبل. شكرا ليك. شكرا شكرا لكل الناس اللي اتفرجت علينا النهارده، واستنونا الاسبوع الجاي من جو شو.